مساء الخير مساء واهلا الفل. بيكم. واهلا بيكم في اول حلقه من حلقات بودكاست فيلم سيما. انا محمد صلاح هكون معاكم، وكل حلقه كده من الحلقات اللي جايه هيكون ان شاء الله معانا ضيف. هندردش بقى، مش برنامج، احنا بندردش، قاعدين قاعده كده على الرايق مع لا، صحابنا. احنا قاعدين قعدة عرب. قاعدين جايين قاعده عرب نحل كده مع صحابنا اللي جايين احنا نحل يا ريس. فعايز اقدم لكم النهارده ضيف اول حلقه، والحقيقه ان انا عايز اقول ان هو اللي حرضني على الموضوع ده. انا بعترف قدام الجماهير لان الموضوع كان في دماغي من فتره كده، بس كان بيروح ويجي، وكنت محتاج بس يعني دعما كده، زقة. تشجيعا ان الفكره تثبت واعملها. فخليني اقدم اول ضيف في اول حلقه معايا. على المستوى الشخصي طبعا انا بحبه جدا وبعتبره اخ وصديق، مش صديق، هو اخ بالمعنى الحرفي يعني. يا جماعة نعمة. اعرفه من 2015، يعني السنه الجايه هنبقى 10 سنين ومش فاهم ده ازاي، يعني دي مش فاهمها. خدت بالك انت من القصه دي؟ تصدق صح ايه ده؟ 2015 تصوير إيه الشباب. الوقت عدى ايه يا ريس؟ مش فاهم. لقيت واحد لابس عرباوي في تصوير الفيلم. ايوه. ومش عارف ده ممثل ولا عرباوي بجد ولا ايه. الله يخليك. ففي نظرات كده يعني. بس انا بس اكمل بقى المقدمه. طيب اتفضل. فده على المستوى الشخصي طبعا اخ وصديق وكل حاجه. على المستوى الفني انا بتنبأ له ان هو هيكون واحد من الناس المهمه، مش الناس المهمه على قد ما اقدر اقول انه هيبقى من الناس اللي ان شاء الله باذن الله تسيب بصمه. ممثل ومخرج واعد. معانا النهارده معتصم عبد العزيز او معتصم طارق عبد العزيز. ازيك يا معتصم؟ ازيك يا لالا. ايه عامل ايه يا رايك في استاذ محمد؟ المقدمه دي؟ لا دي 10 على 10 في بعد كده. بجد والله. والله خليه بس والنبي ارجعك لموضوع التصوير. فحصل تمام. الاول ايه حصل يعني نظرات اللي هو ايه ابتسمنا لبعض كده اللي هو ازيك عامل ايه وبتاع وانت ولا تعرفني ايوه اعرفك لحد ما ايه عرفت بقى مش فاكر مين فيها جه سلم على التاني الاول. بس فاكر ان من صح. ساعتها اليوم ده انا كسبت ناس كتير قوي. انا كسبتك ومحمد سباعي وكان احمد عبد محمد الحميد سباعي وطارق وعلي ووليد. طيب اللي كنت اعرفه من قبلها. وليد عبد الغني كان ما كانش عنده تصوير ساعتها كان جاي يسلم. بالظبط. كان جاي تقريبا كان عامل فورمه ساعتها خطيره. ايوه كان عامل ظابط بقى، كان عامل ظابط ظابط صح. الاداء. اه. ايوه بالمناسبه بنبارك لصديقنا وليد عبد الغني في البدايه كده. طبعا اتفرجوا عليه في مسلسل الوصفه السحريه. حقيقي بجد حاجه تشرف ومبسوطين ليه جدا، ان شاء الله تبقى خطوه مهمه جدا بالنسبه له. دي فرحه لجيلنا كله للجيل طبعا. كله لكل موهوبين يعني والناس اللي بتحب الشغلانه واللي شافت واتفرجت على وليد عبد الغني سواء طبعا. مسرح او في الادوار اللي عملها. بالظبط. فكره اول بطوله دي كنا مستنيينها له بقالنا كتير قوي يعني فيا كتير رب تكمل على خير وهو وتشوفها حد خير جدا يستاهل كل خير قوي على قوي المستوى جدا. الفني والشخصي، شخص محترم جدا، وعلى المستوى الفني من صحيح اكتر الناس الموهوبين يعني. صح طبعا. طيب بص بقى يا ريس، اه احنا عايزين بقى نسميها البودكاست، الدردشه، البرنامج، ايا كان وات ايفر. احنا اسمه فيلم سيما. اه فاحنا هنتكلم، احنا مش محضرين حاجه معينه، بس هنتكلم في مين بوينتس كده في خلال الدردشه بتاعتنا دي، بس هنحطها في اطار ان هي فيلم سيما. فاحنا وكأن ده الفيلم بتاعك وانت المسؤول عنه، وهتحكي بقى الفيلم بتاعك كده من اوله لحد ما نشوف هنوصل لفين. تمام؟ ايه رأيك في الفكرة؟ اتمنى تكون يعني عندك بص كده هو شغف ليها مبدئيا. الافكار يعني ساعات ممكن ما تتفهمش انا غير هفهمك. لما بتتنفذ. حلو، يلا فانت ننفذ بقى. دور المكنه وهي هتطلع قماش ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، اول حاجة كده خلينا نبتدي زي ما بيبتدي اي فيلم، فكرة تتر البداية. فعايزك تحكي لي، يمكن انا اعرفك كويس بس عايزك تعرف انت نفسك للناس، وعلى المستوى الشخصي تعرف الناس بيك، وتقول لنا بقى ايه اللي ضرب الموضوع ده في نافوخك وتهفت في نافوخك وحبيت الفن ازاي. حبيته بالوراثه يعني. طلعت انت لقيت
حواليك الوان كتير، ولقيت في في دوشه زي ما تقول كده يعني. مجلات، تلفزيون بتاع. وبعدين انا يعني ما خدتش فتره علشان اكتشف ان ابويا رحمه الله عليه رحمه الله عليه. كان نجم يعني، او كان ممثل. هو اول بطوله عملها اصحاب ولا بيزنس دي 2002، كان عندي سنتين ساعتها. تمام. فانا طالع بتسيستم على ان انا مش يعني مختلف شويه، مش مختلف يعني طفره، بس مختلف شويه على الاقل، حتى في في العماره محيط بتاعتهم، المدرسه في مثلا، العماره حتى يعني، في او المدرسه مثلا. العماره، اه. اللي هو ف الناس بتبص لك كده، اللي هو انت ابن الفنان. ابن الفنان ده بقى. فابن الفنان ده ما ينفعش ان هو يبقى مصدر اختلافه ده. يعني انت مش عشان تمام. انت اتحطيت في ظرف انت مختلف فيه فتبتدي تتعامل بقى على ان انا مختلف. انت طول الوقت بتصد الاختلاف الحته ده. دي اللي هو لا انا عادي، انا انسان عادي، فكر الناس يا نفسك. جماعه. كان اه. هو كل شويه الله يرحمه يفكرني ما تتجننش، ما تعملش فيها بتاع. ف حبيت الشغلانه من المنطقه دي. وبعدين يمكن اللي حببني فيها اكتر يعني بان حبي ليها في 2007 2008. قبل كده ما اظنش ان انا كنت يعني حابب التمثيل، او حتى لما يجي حد يسالني ايه انا عايز تمثل زي بابا، لا خالص. امم. جيت حتى في 2008 و2009 دي ابتديت احس ان انا لا، انا عايز ابقى مخرج مش عايز امثل. اوكي. وابتدى التمثيل تدريجيا، علشان تبقى مخرج لازم تبقى بتجيد كل ما هو حول الصناعه. المخرج مظبوط. ده هو الهيد الشغلانه. فلو الهيد ده مش فاهم تصوير ملهاش لازمه. هو لو مش فاهم مونتاج ملهاش لازمه. هو لو مش فاهم تمثيل وطاقه ممثل والممثل ده بيوصل مشاعره ازاي وهو هيحكي لك الحدوته ازاي وبتاع، يبقى ملهاش لازمه. فانت عشان تبقى مخرج كويس لازم حتما تبقى مش ممثل يعني خالد صالح يعني، بس على الاقل تبقى بتعرف توصل اللي انت عايز توصله ده للممثل اللي هو بيبقى من ضمن ادواتك علشان يعمل الحكايه. امم. بس ومشيت كده يا ريس. وبدات من هنا، واعتقد ان انت قبل ما تفكر ان انت تمثل بدات شويه ستاند اب كوميدي، صح؟ يعني ما جربت يعني. تعمقتش. جربت طبعا يعني. عملت حفله كانت اوبن مايك. كانت حفله كان لها صدى وطلعت كل عتاوله الحكايه يعني، كل الجامدين بقى بتوع الشغلانه دلوقتي، طه دسوقي وليد المغازي كل دول كانوا بدأوا في نفس وكنافه الوقت. ناس. كل دول اول حفله تقريبا، كنا كلنا اول حفله مع بعض. كنتوا طلعتوا مع بعض في الحفله دي؟ وبعدها خدنا ورشه شويه. عملنا زي ورك شوب كده، كان علي قنديل اوكي. واشتغلنا شويه. وبعدين توقفت 2014 بعد وفاه عم خالد صالح الله يرحمه. الله يرحمه. اتقفلت فجاه. وانا اصلا الستاند اب كوميدي بالنسبه لي بحس ان هو اصعب منهم كلهم. طبعا. ان انت لايف بيرفورمانس، يعني لايف بيرفورمانس جرأة بشكل عام. انك تطلع تقف بطولك وتقعد تتكلم مع الناس في حاجات سنسيتيف جدا وحقيقية جدا ويا تجيب جون يا ما وتضحكهم. تجيبش، يا ولو ما تضحك يا ما ضحكتش تضحكش. يا ارض تشقي وبلعيني. خلاص بقى. فاحنا بقى مين عنده اعصاب ان هو كل شويه يبقى طالعه. وبعدين في مشكله شويه عندنا لسه، ممكن يبقى جزء كبير من الجمهور يعني ما بقاش كده، بس برضه الاغلبيه بيتعامل معاك على ان انت كوميديان. فانت طول الوقت يعني دمك خفيف بقى، وطول الوقت بتضحك، وطول الوقت فاكك. فلو ما لقاكش كده بيحملك زياده، فاهم فوق بالظبط. فتمام. لا مش منطقي. ممكن العب، ممكن افكر العبها تاني، بس يعني ممكن. مش حاسس دلوقتي. مش عارف. حلو. طيب، من بعدها ابتديت بقى تعمل ايه عشان تاخد اول خطوات ليك بقى؟ يعني عديت مثلا ثانويه عامه. مسرح المدرسه بقى، على حلو. حظنا جه مسرح المدرسه. قبل مسرح المدرسه حاجه وبعد مسرح المدرسه حاجه. يعني انا كنت بعمل فيديوهات لما بطلت ستاند اب كوميدي
انا بشتغل، ما كنتش ستاند اب كوميديان يعني عشان اقول بطلت يعني، بس لما توقفت عن اللعبه دي عملت يعني لقيت نفسي في جوايا حاجات عايز اطلعها، فبقيت اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا بكاركتر دي كده مرحله اسمه ابو مهمه هند. جدا. ايوه. فعشت شويه ابو هند، وكانت الفيديوهات لطيفه وبس برضه كنت مغير فيها شكلي وحاجات كده. وبعدها جه مسرح كنت بتغير المدرسه شكلك وبتغير وصوتك تون صوتك بفلترز وحاجات كده. بالظبط. شخصيه امم. غريبه جدا، بتقعد تتكلم فيديو مثلا دقيقه ونص، بتتكلم امم. في حاجه جاده جدا بس بهبل جدا. حلو. فكان بيبقى حقيقي وفي نفس الوقت لطيف يعني خفيف. يعني كنت بتاخد بعدها مواضيع حقيقيه بس بتعملها بشكل كوميدي. لا ما هو بص، انت عشان حلو. تضحك لازم تبقى بتتكلم في مواضيع حقيقيه. صح. هو انت لو طلعت تتكلم في هبل بطريقه هبله يبقى انت كده راجل خلاص اهبل، فرطت كده، ايوه. مش كوميديان. انت كده جاي تهبل، انت كده. فرطت كده وده ليه خلاص. جمهوره على فكره، يعني في ناس بتحب ده، امم. بس انا بشوف ان الاحلى والاصدق والحقيقي هو ان انت تتكلم في حاجه بجد جدا، بس بطريقه مبسطه وخفيفه على الناس يعني. هي دي حلو. الكوميديا اللي احنا بنفهمها، اللي احنا نحبها يعني. حلو. بس جه بقى مسرح المدرسه في تانية ثانوي، اه. مسرحيه الفيل يا ملك الزمان لسعد الله والنوس. الاداره التعليميه بتاعت مدينه نصر، احنا يعني عندنا ما فيش الله اكبر الله اعظم عز الدنيا لله، احنا عندنا ما فيش في المدرسه مسرح او مسرح مدرسي يعني بالشكل اللي هو كل سنه بنطلع مسرحيه وبتاع. بس جه على حظي بعتوا الاداره التعليميه كل مدرسه في شرق مدينه نصر اللي تعمل لازم مسرحيه تعمل ويخشوا مسرحيه. مسابقه حاجه كده. حلو. وبعدين لقيت واحد صاحبي جاي لي كده انا ما كنتش انزل الفسحه، ما بحبش انزل الفسحه يعني. قلما لما ممكن انزل الفسحه دي مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع، بقيت الاسبوع يجي وقت الفسحه انام وبتاع حلو. فلقيت واحد صاحبي اسمه مصطفى محسن جاي بيصحيني يقول لي معتصم اصحى اصحى. قلت له ايه في ايه؟ قال لي في مسرح في المدرسه. قلت له ايه مسرح في المدرسه يعني بيعملوا ايه؟ كيجي يعني بيعملوا ايه؟ جايبين كعبه بقى وبيلفوا حواليها ولا حاجه؟ قال لي لا بيعملوا مشروع مسرحيه. تخرج كيجي. قال لي لا في مسرحيه. قلت له مسرحيه طبعا فين يا دي المسرحيه دي؟ قال لي تحت في الفصل بتاع تانية اول في الدور التاني مش عارف ايه هننزل نازل طبعا. فنزلت وقمت مخبط، فتحت لي المخرجه نعم. انا عرفت ان في مسرح جوه ممكن، قالت لي لا. قافله الباب في وشي. فعلا. طب ليه كده؟ والله هي خلاص بقى كانت عملت الكاستنج بقى ودورت ونقت على اوريدي حسب يعني الفيزيكال. الموضوع هي نق... هي متسكن نقت زي ما بيقول. اشكال، نقت ولد شعره اصفر وابيضاني فده الفيلن، ونقت ولد اسمراني محمد فؤاد و محمد فؤاد طبعا. بنمسي عليك يا محمد يا فؤاد صديقنا. بادي بيلدر كده وبتاع، فده هيعمل البطل الشقيان البنات مش عارف مين الحكايات. وانا ماليش دور يعني. الفيزيكال بتاعي برضه مش، هي ما شافتنيش ساعتها. ف استنيت لغايه ما اليوم خلص وخلصوا البروفه، قمت ماسك محمد فؤاد مثبته على السور. قلت له بقى بتعملوا مسرح من غير ما تقول لي انت بقى؟ بص والله العظيم بص انت معايا بكره يا عم، بكره البروفه اول ما تبتدي انت خش الفصل احنا بنشتغل هنا في البروفه. اوكي. ما كدبتش خبر، تاني يوم قمت رايح قاعد ابتدوا بقى هم يجوا وانا اول واحد في الفصل، فكل بيخش معتصم اللي جابك هنا انت ما اخترتكش. ايوه انت مش اللي هو من ضمن الفريق. مالكوش دعوه انا قاعد. انا عاجب عنكم يجي كده. يجي واحد صاحبنا الله يمسيه بالخير اسمه يزيد، يا معتصم في مش معانا في المسرحيه يا سيدي، انا قاعد خليك في حالك انت اشتغل مالكش دعوه بيا. فعلا اتجمعوا وهي جت فبصت لي كده قالت لي انت هقعد اتفرج مش هتكلم. فعملت كده اللي هو طيب، وهي ما كانتش كبيره في السن يعني، هي كانت صغيره كان عندها مثلا 29 سنه مثلا 27 سنه حاجه كده يعني. اختكم الكبيره يعني. اه اسمها مندي العجمي. اسمها ايه؟ مندي العجمي. مندي العجمي. اسمها نهى العجمي واسم الشهرة بتاعها يعني في المسرح وبتاع. كانت عملت هي مسرحيات واشتغلت مع مصطفى خاطر واشتغلت كانت يعني من اوكي. جيل هي كده يعني حلو. ليها فضل عليا طبعا يعني. حلو.
فاشتغلنا. انا مبدئيا مبسوط ان انت من البدايات كده عمال بتخبط سبحان الله في ناس بيشاوروا لك، فاهم ازاي؟ يعني بيشاوروا لك على الحمد السكه لله، كده. جدا جدا الحمد لله. اه فقعدنا، ففي اول مشهد كان المفروض بيجري فتحة المسرحية، واحد بيعدي بيقول: يا ويل امه ميتة لا يشتهيها المرء لعدوه. دي فتحة المسرحية. امم فيل بيجري في البتاع، فبيقولوا له ايه اللي حصل، فبيعيط ويقوم عامل كده وبتاع. فالواد المفروض وهو بيجري يعيط، يعني يا ويل امه وبتاع حاجات كده، فما بيعيطش. فتيجي تقول له يا ابني عيط، يعملها وما يعيطش. يا ابني عيط. قال له يعني علي ربيع بيعرف يعيط؟ مين يستغل الموقف؟ اخوك بقى. ايوه. فبكل لطافه في الدنيا قلت لها طب معلش ممكن من فضلك بس هاخده على جنب اديله اداء قالت لي لا اعمله انت. انا اوكي. كنت قريت المسرحيه، محمد فؤاد قال لي الحكايه، قال لي في البطل ده اسمه حمزه وفي الملك، بقيه المسرحيه شخص واحد، شخص اتنين، شخص تلاته، شخص اربعه. انا مش عايز الشخصيات دي، انا منمر على الملك. طبعا. محمد فؤاد اخد حمزه، خلاص مين يبقى انت ياخد المين كاركتر الملك؟ التاني. ايوه قال لك مين بقى يلعب الكوته؟ الصقر اوكي. يقعد مين يلعب الكوته؟ ايوه. فعايز اعمل الملك. فقلت لها لا، ما انا هديه اداء. قالت لي لا اعمله انت. فانا عارف ان انا هعمله هعيط، يعني مش هعمله حلو بس هعيط. فقمت داخل يا ويل امي ميتة لا يشتهيها المرء العدو، عملت كده فلقيت صريخ ضحك. واللي عارف اوكي. انت ما بتعيطش بس عارف انت اللي هي اه الشحتفة. الصياعه بتاع دي اللي هو خلاص انت عيطت، يعني في اتفهم انه بيعيط. اوكي. فعملته فضحكوا فتمام. فرايح اقعد بقى عشان هو يجي يقعد يعني يكمل شغل. فقالت لي لا لا هتعمله انت يا احمد، يا احمد يا تعالى اعمل بتاع. قال لي لا 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 اعمله انت، اعمله انت. خلاص. وانا اتقدرت بقى، فاهم، لبست بقى في ويلة امه بقى ويلة ابيه وبتاع. فاتاريها هي كانت شغاله المسرحيه بشكل مختلف بقى. يعني هي انت عارف المسرحيات انا مش فاهم. انا يعني فاكر ان المسرحيه نص، فالنص ده زي ما هو بيتنفذ بحذافيره والمخرج بياخده يعمله، زي ما بنشتغل سينما بنشتغل دراما كده. اتاري لا، هي ممكن تخرج الفيل يا ملك الزمان بطريقه، محمد صلاح يخرجها بطريقه، طبعا فلان يخرجها. على حسب فعملت ده. وجهة نظره في الموضوع. فابتدت تديني جمل من شخص 3 وشخص 4 وشخص 7 وشخص فلان وشخص 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 بتزود لك. بالظبط. وابتدى كل واحد فينا يرسم كاركتر. فرسمت للشخصية خلفية، الراجل ده شغال ايه وبيعمل ايه وبتاع. فواحدة واحدة واحدة جينا بنشتغل، لقيت نفسي بحيي آخر واحد في المسرحية. وانت وأصبحت اصلا ما كانش ليك دور المسرحية، في المسرحيه وأنا ما كانش ليا دور في المسرحية لحد ما بقيت بطل المسرحيه. لحد ما بقيت بطل المسرحية يا ريس. فمن اوكي. ساعتها بقى حسيت بقى اللي هو بقى بعرف انا أعملها. عايز انا عايز اعمل الموضوع ده. ده أنا بعرف أعملها يعني. اوكي. حلو قوي. بس ودي كانت البدايه، خلينا نقول كده. دي كانت البداية بقى. والمشكلة إن الإحساس ده بيجي لك في البداية بس، أول ما بتحس إنك بتعرف تعملها. امم كل خطوة تانية بعدها تحس انك ما الثقة بتعرفش دي تعمل. ما بتعرفش تعملها، بتحس بالموضوع أصعب. كل ما صح. بتاخد خطوة بتحس اللي هو لا ده أنا لسه، ده أنا محتاج أشتغل أكتر، ده أنا محتاج أعمل أكتر، ده نسيت. أنا محتاج أمارس أكتر، ده أنا محتاج ما بعرفش امثل خالص، ايه ده وحش قوي. ايه الوحشه دي؟ بتحصل مش طبعا هتفرج طبعا. على نفسي اصلا. ايوه اكيد بتسمع اساتذه كبار بيقولوا الموضوع ده يعني. بالظبط. اوكي خلصت ثانويه عامه وبعدين عشان الفيلم كده سخن. خلصت ثانويه نقطة عامه. خلينا نقول بقى من طريقة الحكي الفيلم بتاعنا كفيلم سيما، احنا عدينا كده التترات والبدايات ونخش على فكرة بقى نقطة التحول بالنسبة للبطل. تصدق لذيذ. عيب والله عليك. حلو حلو الفورمات هنمش... ده، والله فورمات. هنمشيك في الفيلم بتاعك ما تقلقش، انا عارف كل لوج لاين همشيك فيه امتى. اتفضل يا استاذ.
جت ثانويه عامه يا ريس، بعدها دكتور خالد جلال بقى. بالظبط. دكتور خالد جلال. عايزك تحكي لي بقى عن تجربتك مع خالد جلال كده، شايفها ازاي، وايه اكتر الحاجات اللي استفدت منها من خالد جلال؟ دي عايزه حلقتين 3 من اللي احنا بنعملها دي. يعني ممكن تقول لنا ايه اكتر الحاجات اللي انت استفدتها من التجربة، وكان طبعا اول عمل احترافي ليك، خلينا نقول ان ده كان اول عمل احترافي بالنسبة ليك كمعتصم، ان هو طبعا هتعمل عرض بشكل احترافي، اللي هو عرض سينما مصر اللي اتعمل طبعا. في 2019 صح كده ولا؟ لا، صح صح صح. صح؟ سليم سليم. ماشي، احكي لنا بقى التجربة دي. آه لو هتقولي اتعلمت ايه، فاتعلمت الالتزام. انت حتى لو انت ملتزم، فهو بيخليك ملتزم قوي. اوكي. وبيعلمك حاجه مهمه قوي، هو ان مش شرط عشان انت ملتزم ف... فتبقى الدنيا تمام. هو انت لازم تلتزم، وممكن تلتزم والدنيا ما تظبطش عادي. مم. انت فاهم، هي الحياه كده. طبعا. يعني فاهم، ليس للمرء يعني ما يدركه، هو ولكن مش على هيدرك الانسان كل شيء يعني، السعي. اسمها ايه؟ ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. يدركه. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. اتعلمت الالتزام طبعا، والخبره اللي هو بيديها لك مش بالمعلقه. يعني الناس فاكره ان هي هتخش خالد جلال هيعلمها التمثيل واحد اتنين تلاتة. بالكوبايه. اه. لا، هو مش هيعلمك التمثيل. خلينا نتفق، يعني هو مش بيعلمك التمثيل. هو بيعرف يشاور لك على الحته الحلوه اللي عندك، اللي تاهلك انك تعمل الشغلانه دي. فتطورها وتشتغل عليها. بالظبط، هم بيسموه الجواهرجي. عارف طبعا. الجواهرجي ده اللي هو ايه؟ بيطلع الحته دي، اللي يقول لك فيها. دي 21 قيراط، فدي مش هينفع تتعمل جناح فراشه علشان ممكن يتكسر، فلا ده دي عايزه عيار مش عارف كام عشان تعرف تتشكل ايه، على حسب كل معدن يتشكل ازاي. فهو بيعمل ده بشكل باستاذه، يعني بمعلمه. اللي علمني التمثيل، او اللي اضاف لي، مش اللي اضاف لي السكيلات يعني، كممثل. او الادوات، زمايلي اللي حواليا. انت بتبقى في طبعا. دفعه معاك، بتبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ب 100 بني ادم، انت فرد وسط 100 بني ادم. فبتشوف بقى انماط مختلفة وال100 من دول الناس. وال100 دول المكان اللي هم فيه دلوقتي هو بالنسبه لهم مش مكان عادي جايين يدرسوا، هو بالنسبه كان لهم حلم. حلم. ايوه. فكل واحد قاعد في المكان ده ضارب عصايه وتد مسمار جحا في قلب المكان. انا لازم اثبت كفاءة. بالظبط، هطلع كل اللي عندي. فبتتعامل بقى مع انماط مختلفه، بثقافات مختلفه، باعمار مختلفه، بمرجعات مختلفه. كل واحد شايف الفن منين، وكل واحد عايز منه ايه. طبعا. احتكاكك في الوسط ده، هو وسط فني على صغير، هو بالظبط يعمل لك الوسط بس على صغير. انت بقى عايز شكلك وسط ده يبقى ازاي، البرسونا يعني. خلينا نقول، بس هي مش بيرسونا، مش بيرسونا يعني بيرسونا. مش بالمعنى الواضح ده. بس انت هتبقى ايه يعني؟ تكوينك وسط الجرمق ده هتظهر الناس ايه؟ دي كلها. ايه اللي عندك تقدمه؟ فتخليك طول الوقت عايز تشتغل على نفسك اكتر، وعايز تجتهد اكتر، وعايز تثبت نفسك في المكان اللي انت تثبت فيه. نفسك اكتر. انا عايز اقول بمناسبه حته تعليم التمثيل دي، ان انا لما كنت في الورشه برضو، ودي كانت اول ورشه بالنسبه لي مع احمد كمال، استاذ احمد كمال طبعا طبعا اوجه له طبعا، كل نهار تحيه. ابيض. طبعا. اه. معلش بدون قطع كلامك بس. اتفضل. استاذ احمد كمال، واستاذ خالد جلال، واستاذ احمد مختار، واستاذ طارق عبد العزيز فرقه الله يرحمه، واستاذ الورشه محمود اللوزي الله يرحمه، واستاذ سيد رجب، طبعا. كانت فرقه الورشه ايوه الحسن الجريتلي صح كده؟ ايوه. ايوه. كلهم اخذوا حسن جريتلي ده، لازم نديله تعظيم سلام يعني. وكان عبله كامل وحنان اه يوسف، طارق عبد تحيه العزيز. تحيه ايوه للاستاذ حسن جريتلي. طبعا. فكنت بقول على حكايه تعليم التمثيل دي، انه
كان كل سيشن يخلص في الورشه فما يقولش حاجه، ما يقولش حاجه خالص لحد. فعدينا كده اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، عديت اول شهر، قلت لا ده شهر عدى بقى، انا لازم اساله انا ايه، عارف اللي هو انت ايه، فاهم؟ ايوه فقلت له استاذ احمد هو انا كويس ولا وحش، ولا انا عايز اعرف يعني. قال لي لا كويس كويس. قلت له تمام ماشي، بس يعني حضرتك ما بتديناش اي كومنتس او كده. قال لي لا ما هو انا لو اديتك كومنت هتركز معاه قوي، يعني ده هيشتتك. فقال لي الحاجات مع الوقت بتدوب لوحدها، اللي هي لما انت بتتفرج بقى زي ما انت ما قلت على زمايلك وبتحتك بيهم وبتلعب معاهم مشاهد، فانت بتلاقي نفسك كل الحاجات اللي انت بتغلط فيها بتقع ايه مع الوقت مع الخبره. دكتور خالد جلال قال لي حاجه كده برضه بس بشكل غير، يعني مش بنفس الطريقه دي، بس اللي هي حاجه نفس المعنى. جيت في يوم واحنا شغالين، هو برضه ما بيديش كومنتات وبتاع، ف حد فينا نكش وكده اللي هو يا ريس طب يعني حلو ده ولا وحش ولا ايه يعني وبتاع. قال له طب ما هو لو وحش ما انا هقول لك بالظبط، وزفت، بس طالما ما بقولكش حاجه يبقى تمام. انت يبقى انت تمام. ايوه دي حاجه. وحاجه تانية، في مره قفش عليا، بقول له هو انا يعني بص يا ريس كنت عملت ايه، بعمل كذا اكسرسايز بعمله فتمام، فالناس بيقولوا حلو، وبيجي ايه يقعد يحلل الشغل بتاعي ويقول ده هو عمل كذا وبتاع، وفكرني بفيلم بلد الغريب والفكره دي حلوه والمش عارف ايه. فجيت في يوم واحنا بنبتدي اول التمارين، فكنت بعمل توفيق الدقن في فيلم حلو الفتوه. حلو. فتوفيق الدقن في فيلم الفتوه في مشهد كده مع فريد شوقي الله يرحمه، الله يرحمه هما الاثنين يعني. الله يرحمه. فبيجي ايه بيقول له انا هشتغل معاك بقى واخد بطيخ عبد الشكور ومش عارف ايه، فقول له طب اسمع يا اخويا البطيخه 8 ساغ وايه ومش عارف، تمام يا اخويا تمام وبتاع. اه فتوفيق الدقن في المشهد ده مش توفيق الدقن اللي انت عارفه، يعني مش الاسترس بتاع توفيق اللي تمام يا اخويا، يعني ما عندوش بيتكلم عادي، انت فاهم. عادي اه. فانا خدت توفيق الدقن من العادي وصيغته من حلو. عندي انا، فقفش يعني مش قفش عليا، اللي هو انت مش عارف تقفش توفيق الدقن، انت ما تعملش توفيق الدقن، انت مش اه تعرف تجيب توفيق الدقن، ما تعملش توفيق الدقن. ما تعملوش. ومسكني سلخ، انت فاهم. كل شويه بقى معتصم ابن طارق عبد العزيز اللي ليه في جامعه القاهره علامات، مش ده عارف بيعرف يا يقفش وابنه مش عارف يقفش، مش عارف يقفش شخصيه كده. فاتضايقت جدا. فجيت في الاخر قلت له يا ريس انا جاي المكان ده علشان اعرف انا عندي ولا ما عنديش، فلو ما عنديش قول لي عندي. قال لي انت عايزني اضايقك يعني؟ طب يا عم انت ما عندكش، انت لو ما فيش في عينك حاجه انت مش هتبقى موجود هنا. لازم من جواك انت الاول تبقى واثق ومتاكد ان انت تعرف تعمل ده، هتقدر فهيطلع تعمل. ده. لكن انت هتفضل عامل كده وانا بعرف ولا ما بعرف، ما تعرفش، ريح بقى. صح. فكان قلم الثقة فوقني يعني بصراحه. طبعا، الثقة دي من أهم أدوات الممثل وأهم أدوات أي فنان بشكل عام، إن هو لو ما عندوش الثقة بلاش أحسن. هي دايما اه فكره تصدق نفسك تتصدق. مليون في المية، مليون في المية مظبوط. حلو. وعملت العرض بتاع سينما مصر تمام، ومن بعده يكلمك حد يقول يا لك اخي احنا انا عايزينك مكسوف قوي يا اخي، والله مكسوف كسفه. من ايه؟ يعني عارف لما يعني معلش مع احترامي لنفسي اولا واحترامي ليك، بس احنا ايه بنقعد نشوف اساطير ناس جامده قوي، وتقعد تحكي كده مشوارها وتحكي مشوار بقى عامل مشوار، وانت حلو. بتيجي تقعد تحكي مثلا في خمس ست سنين تقعد تتكلم بقى مشواري وبتاع، مكسوف قوي اللي انا بعمله ده صراحه. لا بس هقول لك على حاجه، بص هقول لك على حاجه، هو البودكاست ده مبدئيا هيبقى فيه انا ناس تانية ضيوف معانا هيبقوا قطعوا شوط ايوه كبير في الكارير، فاهم ازاي؟ ايوه ايوه بس انا عندي الناس كلها واحد، وفي الاخر هي في الاول وفي الاخر هي دردشه، يعني احنا فاهم. بندردش. فهو احنا مش في برنامج عشان فكره اللي هو لازم تبقى انت عملت 20 فيلم و30 مسلسل عشان تيجي هي تحكي. احنا انا احنا بندردش. مش بحقر من خبرتي يعني، او اه مشواري في لا انا فاهم. الحكايه اللي هي قد كده يعني، بس هي الحكايه وما فيها ان احنا يعني
قشطه. بص هرجع اتزن طيب تاني عشان حسيت فجاه ان انا خلينا ايه زكي طيب طليمات. عارف، لا حاسس هقول ان لك انا على ايه حاجه يعني خالد هقول لك الصاوي. حاجه هقول لك حاجه حلوه. اه خلينا نبقى متفقين كده مع كل الناس اللي بتتفرج انه اه دي قاعده كده يا جماعه على الرايق، ملهاش اي علاقه باي حسابات. يعني احنا بنحكي لكم شويه حاجات كده عشان لو حد ناوي يخش الموضوع، لو اي احنا خلي بصوا بالظبط نوجه بالظبط ده. احنا نوجه ده للشباب الصغير اللي هو من سن كام، من بالظبط سن كده 12 13 سنه ل ل 69 20 سنه. سنه. لا ل 20 سنه، اي حد اكبر من 22 سنه ما تتفرجش علينا. بالظبط كده. ف... اكيد هيبقى عنده خبره اهم من اللي احنا بنتكلم فيه. ف... ف... فهي احنا قاعدين قاعده على الرايق. وعايز اقول لك على حاجه ايوه دلوقتي. كل الناس بما اننا خلاص في قصه البودكاست دي، انا عايز اقول لك ان في ناس كتير بتعمل انترفيوز مع ناس ممكن يبقى بعد اول عمل ليه او بعد تاني عمل ليه ويبتدي والله في يحكي ناس تعمل فكره كده. انه اه طبعا في ناس بتعمل كده. اوكي. وده مش عيب ولا غلط، بس هي الفكره كلها ان انت زي ما انت شايف ان المجال صعب مش سهل، وان حد يبتدي ياخد اول خطوات فيه ده بيبقى عدى كتير جدا على اي حد. فاهم ازاي؟ حتى لو يعني انا لو هتكلم انا عن نفسي، انا لحد دلوقتي عملت فيلم ومسلسل. حلو. انت بالنسبه لك عملت فيلمين ومسلسل غير المسرحيه. فاهم ازاي؟ مم. فمش معنى كده ان احنا طالعين ننظر او ان احنا نتكلم مثلا او نقول ان احنا اصحاب تاريخ فني عظيم. احنا بس لا يا عم بندردش. احنا اكتر من ذلك بكثير. وبنتمنى ان احنا نكون لطاف ظراف. اللي حابب يتفرج علينا اهلا وسهلا. تمام. انا بوعدكم ان شاء الله يبقى في ناس قطعت شوط كبير في الكارير، هنتكلم معاهم بقى في تفاصيل اكتر يعني. بس كل واحد احنا بنتكلم على حسب خبرته، لانه افرض حد مثلا ما عداش بالاكسبيرينس بتاعتك اللي هو مع خالد جلال، فحابب يسمع الناس اللي دكتور دخلت خالد مع خالد جلال. جلال من فضلك. بالظبط يعني مع دكتور خالد جلال طبعا مع حفظ الالقاب دكتور خالد جلال. دكتور خالد جلال. فيعرف مثلا منك على الاقل التجربه البسيطه دي مشيت ازاي. اوكي تمام. فكنا وصلنا لمرحله خالد جلال وسينما مصر، وبعد كده جالك دور في مسلسل اللعبه صح؟ اتفرج اول علينا. جالنا في يوم مساعدين استاذ معتز التوني. كان جالنا استاذ معتز التوني وجه وخد شويه من عندنا. ومن حظي كمان ساعتها ان اللي كان بيكتب اخواتي وعشره الدفعه احمد سعد والي وابراهيم صابر مؤلفين اللعبه، اوكي. من اهم كتاب الكوميديا في مصر دلوقتي يعني. امم والترشيح ما جاش منهم. هو الترشيح جه من اللي اعرفه يعني ان هو جه من خلال مساعد المخرج اخويا وحبيبي احمد فوزي. احمد من فوزي ممثل. ممثل وكاتب وبيكتب. هو اللي كتب المتهمة وكان شارك في كتابة الكبير وكان عمل حاجات حلوة يعني. حلو قوي. فكنت مربي شنب ساعتها فعملت دور ظابط في حلو. اللعبة الجزء الثاني حلقة 17. كان المشهد مع محمد ثروت. كان أول يوم وده كان من حظي العثر إن أنا أول مشهد أعمله 1 2 قدام ممثل يبقى الممثل قدامك محمد ثروت. ممثل تقيل جدا زي محمد ثروت طبعا. ممثل قوي جدا وكوميديان خطير طبعا. وطاقته الله اكبر. يعني عارف انت باور بانك ما بيخلصش. الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني برد عليه. هو يضحك بس خلاص انت مش هتعرف ايوه. تعمل ايه. فانا داخل بنعمل بروفا الاول واحنا شغالين، المفروض بقول الجمله بتاعتي، فالجمله اللي المرد بتاعها مش ما فيش ضحك. فلقيته ها فقمت انا عامل له ايدي اللي هو ايه بيقفي بيضحك في الحقيقه. انا مش عارف الفرق ما بين ضحكته الحقيقيه وضحكته اللي هو يعني اللي هو هيعملها في المشهد. فكانت بروفه غريبه كده مش مفهومه. حتى استاذ معتز التوني يعني بص له اللي هو يعني دي مش في مكانها مثلا. لا اللي هي ايه انت قدامك ممثل جديد ف
بالراحه. الواد واحده واحده على الولد انت فاهم. ايوه والاتنين ما يعرفوش ان انا ابن طارق عبد العزيز الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. فهو الراجل بيعمل مشهد بيشتغل بخصوبته يعني بطاقته يعني. هو مش هيعمل مشهد يهدي في ضحكته ولا يبقى فيه افيه حلو يتقال مش هيقوله علشان الممثل اللي قدامه يعرف يمثل. يعني انت ما بتعرفش مش قدها ما تشتغلهاش. بس هو تقيل فعلا على الحكايه يعني، تقيل على اي ممثل حتى لو يعني. انا لما حكيت لاساتذه يعني وناس قالوا لي محمد ثروت انت حظك جه في محمد ثروت ده انت يعني. بس هو كويس ممثل ان انت تقيل. ايه عرفت ان انت تكمل. فبقى بيشتغل بيعمل مشهد وانا مبلم يعني. حتى لما تيجي تتفرج على المشهد هتلاقي في باصص له نظره انا مش بمثل، انا فعلا مش قادر افهمه بحاول افهم هو بيقول ايه. بس عايز اقول لك ان ده طبيعي وبيحصل مع اول حد بيصور. اول حاجه انا اول حاجه صورتها كانت مسلسل كده قبل حتى ما اعمل اشتباك، كان اسمه سر علني، كنت بعمل مشهدين بالظبط. فانا كنت بتفرج حرفيا مشهدي مع اياد نصار، انا مش بمثل معاه، انا واقف قدامه بس بتفرج عليه وهو بيمثل، انا ما بمثلش خالص. يعني انت فعلا الخطفه دي بتجيلك. ولما الممثل يبقى تقيل زي ثروت ككوميديان او اياد نصار زي حد دراماتيك، ممثل دراماتيك فشيخ، طبعا بت بت بتبقى مش ممثل على قد ما بتبقى متفرج في اللحظه دي، فاهم اللي هو لا ده بيعمل ايه. ايوه اوكي طيب احكي لنا ده بقى حقيقي. سريعا عن تجربتك مع استاذ محمد امين، عشان عدينا كده يعتبر النص الاولاني من الفيلم يعني، فعايزين نكمل بقى تجربتك في فيلم المحكمه وفيلم 200 جنيه. تمام معايا؟ كده تمام. معلش. كنت بقول لك احكي لنا بقى بعد اللعبه على تجربتك كده سريعا مع استاذ محمد امين. يعني طبعا بنوجه له كل التحيه، واحد من اهم المخرجين في تاريخ السينما المصريه من وجهه طبعا نظري، وصاحب اهم يعني كان. كنت لسه بتفرج على حلقه لاخواننا بقى اليوتيوبرز الجامدين، فكانوا عاملين زي مسابقه كده ايه احسن فيلم كوميدي في اخر 25 سنه او اخر 20 سنه، وفاز بيها فيلم ثقافي بلا منافس. يعني ما هو ده وصلوا اللي كنت بحكي لك فيه بقى. ما هي دي و... الكوميديا اللي انا كنت وصلوا لسه بكلمك عليها في للتصفيات. الاول. شفت انت اه الكوميديا دي؟ الكوميديا الحقيقيه قوي اللي جايه من وجع قوي واللي موضوع جايه من جد جدا. الصدق قوي ايوه حقيقي. انت بتتكلم في حاجه حقيقيه، بالظبط فاكيد لو اتكلمت في حاجه حقيقيه بصدق حقيقي بالظبط هتضحك. بالظبط. طبعا كل ده واحد من اهم المخرجين في تاريخ السينما، وعمل اه افلام مهمه بدايه من فيلم ثقافي ليله سقوط بغداد لفبراير الاسود لبنتين من مصر. ليه بقى تجربتك انت معاه كده سريعا في المحكمه و200 جنيه؟ انا شخصيا قبل ما تقول حاجه انا حبيت الدور اللي انت عامله في 200 جنيه اكتر بصراحه، يعني ده رايي شخصي. كنت انا حاسس عايز ان اقول في لك ان مساحه انت مساحه للكاركتر اكتر. لا بالعكس، ده دوري في المحكمه اكبر. بس يمكن ال بس 200 جنيه كبروز لكاركتر كان في 200 جنيه اكتر. هقول لك ليه. لان في ال 200 جنيه انت بتمثل قصاد نجم كبير. هاني رمزي مش هاني طبعا. رمزي ده مش عادي يعني. هاني رمزي ده والغريبه انه في الفيلم ده كان عامل دور تراجيدي مش كوميدي، ودي حاجه برضو كانت وتحفه جديده جدا. وكان قمر، كان حلو جدا وعامل الدور النقاد كلهم اشادوا بدوره يعني. ف... بالظبط. فبتمثل قصاد ممثل عامل الشخصيه بجد، وعامل الراجل المهزوم اللي نازل يشتري لبنته بلوزه معاه فلوس يجيب لها لبس ومش العيد. معاه فلوس يجيب لها، وانا بياع في السوق وبياع من اللي هي العيال الرخمه اللي قاعد اللي هو بيلعب خلاص ببجي هتشتري وبتاع. ولا مش هتشتري، شراء ولا منهدة. لما بيبقى الممثل اللي قدامك عامل شخصيه مثلا ضعيف قوي، فانت لازم تركب شخصيه الرزل قوي، فهو بالظبط ماسكها تمام. انا في المحكمه مفيش 1 2 مع حد، انا بمثل بالظبط الوان لوحدك. مان شو، بالظبط بمثل لوحدي مونولوجات مذيع، كلها. بتعمل دور مذيع ما كنتش مذيع، كنت عامل مراتب. اشبه مش مراسل، اللي هو الولد اللي بيحرك المظاهره، اللي هو عامل الصفحه بتاعت للقضيه. هاتوا حق منى، البنت اللي تم الاعتداء عليها من سواق الميكروباص، اللي هو كان عامل دور احمد داش.
كانت البنت ميان السيد وبتاع. بالظبط. فما فيش، ما بمثلش مع حد، فبمثل مع التليفون، يا جماعه لازم نجيب حقها مش عارف ايه وبتاع حاجات كده. ما فيش الشخصيه دي يعني. هو ده وبعدين يؤكد على النقطة بتاعت إن فعلا لما أنت بتمثل 1 كده مع حد، ده بيعليك كممثل طبعا. وطبيعه الكاركتر كمان يا صلاح، يعني انت طبعا، ممكن يجي لك دور كبير قوي بس ما فيهوش حاجة تمسكه منها. شخصيه كبيره قوي، بس الشخصيه الطيبه الاليفه بتاع ما تبوسه فيش. وتحطه جنب الحيط. تلاقي شخصيه تانية، الفيلن مثلا اللي احنا بنميل دايما ان احنا نتفرج على الفيلن، طبعا باسم في سمرة حاجات. مثلا في العتاوله مثلا. بس مسامرة في كل حاجة، باسم مش سمرة في كل حاجه، العتاولة بس. بس ممكن تلاقي الدور بقول لك مؤخرا. 4 5 مشاهد بس تلاقي فيهم طبعا. كاركتر بيعلم معاك. بطرس في فيلم ثقافي تعاملك بقى 3 مع 4 مشاهد الأستاذ محمد أمين كان عامل إزاي في اللوكيشن؟ من أكتر بص، الناس ده الذوق ده في الوسط. ده ملاك. ده مش طبيعي يعني، بقول لك مش عادي، فاهم؟ احترام الدنيا، طبعا. الهدوء والادب الفظيع. عارف ازاي يعامل كل الناس بنفس مقدار وبعدين هو مش بيعمل حاجه سهله. هو الاخراج ده حاجه مش يعني بتشد الاعصاب، وبتبقى انت مهتم بكذا تفصيله حواليك وبتاع، الإخراج ده انك عبارة تبقى بتعمل عن ده وفي نفس الوقت بتحل مشاكل بس. طول اليوم واحد قاعد بيحل مشاكل طول اليوم، هو ده الإخراج. بالظبط. كانت تجربه يعني اتمنى تتكرر 300,000 مره بعد كده. هو اوكي. مفيش اللطافه دي في واللي كده برضو طارق الإبياري على فكره. طارق اوكي. الإبياري مخرج مسرحي شاطر، انت واشتغلت انا مع كان ليك طارق. تجربة معاه كمساعد مخرج؟ اشتغلت مع طارق كمساعد مخرج، وكنت بمثل كمان معاه في في المسرحية. العرض، عملنا عرض سوا. طارق برضو من الناس الاداء اللي هو زي لا محمد طارق. امين كده. اه. بالظبط، طارق ادب الإبياري الدنيا في برنامج اسمه ليك لوك بتاع عمر مصطفى متولي. شفت الحلقه دي، انا بعت لطارق ساعتها، انا قلت قال له لك على فكره انت الصح، انت قال صح. لك قال لك يعني بجد من كتر ما طارق الإبياري محترم مش عارف يجيب منه ايوه، ايوه. هو ده الصح. انا مش عايز دلوقتي يا عم انت قلت لي نور الشريف واحمد زكي، حلو. حلو. انا من جوايا بحب احمد زكي اكتر، حلو. بس مش عايز اقول احمد زكي اكتر، ما ممكن اهل نور الشريف يزعلوا. طب وليه ازعلهم؟ بالظبط. يعني فاهم. حلو بقى انك فتحت السيره دي، عشان احنا دلوقتي يعتبر قربنا من الجزء الاخير من البرنامج، قدامنا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه. ف انت في حد بيجري هسالك وراك؟ على هسالك على حاجه. في حد بيجري ورا. طيب ماشي. هسالك على حاجه وبعد كده نختم بقى باخر فقره في الفيلم بتاعنا. اسئله سريعه كده قبل تتر النهايه. مش هينفع ان انا ابقى معاك في البودكاست واسالك عن اسامي ناس معينه كده وتقول لي الناس دي. انا مش هعلق ومش هقول حاجه، او ممكن اعلق بعد ما انت تعلق، بس حابب ان انت اللي تقول اللي انت حابب تقوله عنهم يعني. فانا اقول لك الاسم وانت تقول لي. طارق عبد العزيز. كل حاجه في الدنيا، كل حاجه في الدنيا. اوكي. كل حاجه حلوه في الدنيا، كل حاجه محترمه، كل حاجه محبه للناس وللاصل والكرم والجدعنه والشقه، وانك تيجي على نفسك جدا عشان الناس اللي انت بتحبهم، وعشان الناس بشكل عام. الله يرحمه ويحسن اليه، ربنا يجمعني بيه على خير ان شاء الله يا رب. اللهم امين. خالد صالح. شرحه هو الوجه الاخر، هما الاثنين شبه توأم بعض. الروح. يا نهار ابيض. فعلا كل يعني كميه الحاجات المتطابقه ما بين الاثنين دول هم رحلتهم نفس الرحله تقريبا مدهشه يعني، سبحان الله. نفس مدهشه. كل حاجه، نفس لا، البدايات. وعايز اقول لك نفس البيئه كمان، التربيه. الاثنين اهاليهم
كانوا مدرسين لغه عربيه فصحى، اوكي الاثنين اصلا. ازهريين خلفيه ازهريه، وعملوا اخوات في ام كلثوم، كامل طبعا ومأمون. والاثنين يا حبايبي كانوا اخوات في الحقيقه طبعا. وقلوبهم ما برضه هما استحملتش طبعا. الاثنين نفس وجع القلب. ربنا يرحمه. اللهم طيب امين يا رب. ربنا يخليه لنا ويديله الصحه خالد الصاوي. حبيب قلبي، الحيويه والنشاط والشبابيه طول الوقت فايتر. فايتر. جدا جدا جدا، انا مسميه لا الفايتر. ينهزم. الله اكبر. ساموراي، هو محارب. ساموراي. انا مسميه هو الساموراي. الساموراي الساموراي بالنسبه لي طبعا. بالظبط. لا، بتاع الحق، اللي يحب الحق ويموت عشانه ولو الموجة عالية يتشقلب لها. انت فاهم يعني؟ ما ايه، الموجة هتعلى عليا انا؟ لا مش انا هتشقلب في الموج. فيتشقلب في الموج ويطلع منها. لا حبيبي بعشقه. احمد خالد صالح ده هدية ربنا ليا. الله. ده والله هدية ربنا ليا. ده رب اخ لم اخوك. تلده امك. فعلا الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمه. اوكي طيب خليني انا بقى اتكلم انا بقى شويه لاني برضو ما ينفعش ما اتكلمش. انا طب ما خليني اقول لك بالنسبه شويه اسماء. ما اقول لك انا شويه اسماء. قول لي شويه اسماء. محمد دياب. من اكتر الناس اللي على المستوى الشخصي طبعا قمه في الذوق والاحترام. صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو الايد اللي اتمدت لي، هو اللي اداني الفرصه، هو اللي اكتشفني. فلما يبقى مكتشفك كمخرج عالمي دي حاجه عظيمه. فانت بيحط عليك مسؤوليه الفتره اللي جايه انك لازم تثبت له ان كان رهانه صح. فانا ان شاء الله هحاول اثبت له ان انا على قد الرهان باذن الله. احمد فرغلي. احمد فرغلي اللي هو مدير الانتاج طبعا. استاذ كبير محترم. أيوة. من اكتر الناس الذوق اللي انا اتعاملت معاها برضه في المجال. وبرضه ليه فضل عليا ان هو كان من اسباب ترشيحي في المسلسل اللي هو الحاله جيم بعد اشتراك. وياسين رضوان صاحبي وحبيبي واخويا وحد دمه زي العسل، محترم زي ابوه، بموت فيه وبموت في والده طبعا عم محمد رضوان، بنقدم له كل التحيه طبعا. ماشي. انا بقى كنت حابب اتكلم. استاذ طارق عبد العزيز بالنسبه لي طبعا الله يرحمه مبدئيا ويحسن اليه ويجعل مسواه الجنه. انا مش ما عنديش ادنى شك ان هو مش في مكانه حلوه. بالعكس انا متاكد ومطمن ان هو او عم خالد صالح الله يرحمه. يمكن ما التقيتش بعم خالد صالح قبل كده في حياتي، بس سبحان الله بحب الراجل ده كفنان، والحكايات اللي سمعتها عنه بعد كده حبيته اكتر كانسان. وطبعا معرفتي باحمد بعدها كصديق وكاخ برضو حبيته اكتر واكتر. اما عم طارق لما عرفته، طبعا انا بحبه كفنان، بس لما عرفته واتعاملت معاه ومثلت معاه من حسن حظي الحمد لله رب العالمين حبيته اكتر واكتر. الراجل ده فعلا نموذج لشخص ما بيعملش التوازن ده خالص. انه نادرا ما بتبقى حابب فنان قوي بس تيجي تشوفه في الحقيقه فتتصدم بشويه حاجات فيه. التمثيل على اني ما احكمش على حد، بس بتكلم ان انت ممكن حتى في التعامل ما ترتاحش معاه، يعني يبقى مش لطيف، يبقى فيلن، يبقى موده مش حلو بتاع مش حلو بتاع. لا الراجل ده من ايام البروفات من اول بيعاملنا كلنا كاننا اولاده واخوات صغيرين. ما حسيتش فيه انه نجم خالص سبحان الله. يعني قعدتوا مع بعض كتير، قعدتوا سنه ونص كتير جدا في البروفات. لا يعني اتعلمت منه حاجات كتير بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكان بيديني نصايح دايما سواء في التمثيل او في كل حاجه. وقال لي نصيحه مهمه انه عيش الحياه. انا كنت دايما بفكر في التمثيل بس، فقال لي لا عيش الحياه وخد تجارب في الحياه بشكل عام وبعد كده مثل. يعني التمثيل جزء من الحياه حلو وكل حاجه، بس التمثيل مش الحياه كلها، لا في تجارب وفي انسانيات وفي حاجات لازم تهتم بيها. من خلال ده هتعرف تمثل وتبقى شاطر وحاجات كده. فحابب طبعا برضو ان انا كنت اقول كده، يعني ربنا يا رب يرحمه ويجمعنا بيه دايما على خير. امين يا
فقره الاسئله السريعه. جاهز؟ ما تخلصش الاسئله السريعه دي. جاهز. ماشي. ماشي. ايه الدور اللي نفسك تعمله؟ فيش دور نفسي اعمله. شخصيه بتحلم بيها، حتى لو شخصيه من التاريخ. طبعا نفسك تلعب كل الادوار والكلام ده كله. بالله. لا اله الا الله. والله يا صلاح السؤال ده انا كنت بفكر فيه مفيش من 3 ايام، وبعدين لقيت الاجابه. هتلاقي الاجابه دي عشان اتفرجت على لقاءات كتير لابويا الله يرحمه والعم خالد والناس يعني فكره ان انت تقول الدور اللي انا نفسي اعمله. اكيد نفسك تعب ادوار كتير وبتاع، بس هي الفكره ايه العمل اللي انا هعمل فيه الدور ده. اوكي. نفسي اشتغل في اعمال حلوه، نفسي اعمل افلام ومسلسلات وحاجات حلوه. الدور هيبقى ايه مش هتفرق، يعني انت اعمل كل الادوار، بس يعني انت من مدرسه التاريخ اهم بالنسبه لك من الكم. يعني ممكن تعمل 15 فيلم او 10 افلام حلوين وما اعملش 30 40 فيلم وحش. بلا شك بلا شك، طبعا طبعا. اوكي، دي النقطه يعني. ماشي. احكي لنا عن مين ممثلينك المفضلين، سواء في الجيل الحالي او في الجيل اللي فات. من الجيل القديم طبعا استاذ احمد زكي بقى، واستاذ نور الشريف مؤخرا. تخيل ان انا اكتشفت قد ايه نور الشريف ده عظيم. ده مدرسه. بالي. ده مدرسه عظيمه. يعني كنت اللي هو زي استاذ عادل امام، زي ناس يعني كان دايما في خصوصيه كده لمحمود عبد العزيز واحمد زكي في قلبي طبعا. وبعدها استاذ عادل امام واستاذ نور الشريف. بس لا اكتشفت ده جامد قوي، جامد جدا، وليه اسهامات في السينما المصريه كمان رهيبه. هو اللي اكتشف محمد خان كمخرج، اداله اول فرصه في ضربة شمس. هو اللي اكتشف داوود عبد السيد في اول فيلم اللي هو اعتقد الصعاليق او حاجه قبليه. الصعاليق هو واستاذ محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز. ايوه و حلو جدا. خان ومحمد خان اول فيلم ليه. و ممكن تلاقي عاطف الطيب كمان. لا سمير سيف طيب وعاطف اول الطيب. حاجه تقريبا سؤال الاتوبيس، اول فيلم لعاطف الطيب صح؟ اول فيلم جامد لعاطف الطيب. والغيره القاتله كان قبله. الغير القاتله كان قبله، وده كان مين الغير القاتله ده؟ كان نور الشريف برضه باين ولا كان نور الشريف ويحيى الفخراني. ايوه. فانت متخيل ان واحد ادى فرص لمخرجين يعتبروا هم مخرجين الثمانينات كلهم، هو اللي راهن عليهم. هم اللي حيلتنا. هو مين جه بعدهم؟ يعني ضربة شمس ده انتاج نور الشريف. انتاج ان بي فيلمز اللي هو نور الشريف. هي ان بي دي اللي هي نور وبوسي، يعني اللي كان اسم الشركه كده. فهم اللي منتجين ضربة شمس، فهم قدموا من خلاله محمد خان. فاهم ازاي؟ ماشي. طيب من الجيل الحالي. الجيل الحالي تايسون. اوكي طبعا. بعيدا عن احمد اخويا وصاحبي، بس احمد انا بشوفه من اهم الممثلين الشباب في جيله. احمد عنده طاقات تمثيليه جباره وكل مره بيفاجئني. يعني 19 ب الدور ده مش اي حد يعمله كده على فكره. دور رهيب. انا اكتر دورين حبيتهم لاحمد لحد دلوقتي 19 ب وفي كل اسبوع يوم جمعه، شخصيه وكيل النيابه. بس احمد لا، وهتلاقي احمد والدور اللي كان عامله مثلا في مسلسل ابو جبل مع مصطفى شعبان من الادوار اللي بحبها له قوي. المحامي اللي بيفضل طول المسلسل ده ما بيكتشف في الاخر خالص ان هو يعني واحمد خالد صالح. تايسون احمد خالد صالح. في مين تاني؟ في طه دسوقي طبعا. حاله خاصه يعني خلاني اشوف طه من حته تانية خالص. وكان جريء انه يعمل حاجه زي كده في وقت اللي انت بتعمله ده. انا ما اعرفش انك كده، ما اعرفش انك جامد قوي كده يخرب بيت العبط يعني. مين تاني يا رب؟ يمكن ده اللي احنا بنميل ليه في ناس جامدين. في شاب اسمه احمد الغزي. احمد غزي شاطر جدا. كان في الحريفه وقبلها في ضرب نار. شاطر جدا برضه. وشه سينمائي قوي. وشه سينمائي جدا حقيقي. بيشتغل على حاجه كده. في ممثلين الممثلين انواع وانماط زي اي حاجه في الدنيا. ففي لسه اقول لك، هي الفكره بقى ان الانماط دي
هي تحس انها شبه الناس، سواء طه او غزي او عصام عمر او ايا كان. لا مش شرط يبقى شبه الناس، مش اصل يعني شبه الناس، ما احنا كلنا شبه بعض، او كل واحد فينا مختلف ليه شكل لا مختلف. بص هقول لك على مش حاجه، فكره في شبه. الوسط مؤخرا في كاتيجوري كده من الممثلين تحس ان هم ايجيبت قوي، وفي كاتيجوري سرسجيه قوي، فاهم ازاي؟ في والله بقى بص، كاتيجوري سرساجي او ايجيبت، هو لو مصدق خلاص. هو غزي بالظبط. بقى اللي عنده حاجه غير ان هو بيشتغل على الشخصيه او بتاع، بس في روحانيه كده تلاقي الواد طبعا انت بتصدقه، او في طالع منه طاقه اللي هو لا هتنتبه هو بيقول ايه، مع انه ما تون صوته في التمثيل ما بيلعبش عادي. بطبقات، ما بيلعبش طبقات صوته. عادي عادي انا ما اعرفش المدرسه دي، يعني ان انت تفضل المونوتون، لا هو مونوتون بس مونوتون وانت مش متضايق. عادي حلو. بالظبط فغريب يعني مختلف. بالظبط. كزبره يا عم حلو، كزبره من عامل الناس الشاطره. حاله رهيب. كزبره شاطر. احمد عبد الحميد من الجيل بتاعنا وشاطر. مالك. لا يا عم مصر ولاده. حسن مالك. حسن مالك. حسن مالك في شفته في رشيد. رشيد ايوه. خطير. كان حلو جدا. كان حلو جدا. طيب ايه تعريف النجاح بالنسبه لك؟ شايف ايه هو النجاح؟ التأثير. حلوه الجمله، حلوه الكلمه دي يعني. انك تكون مؤثر بقى في 2 في 3 في 5 في مليون، بس تأثر بإيجاب يعني. اللهم اجعل كده انا تأثيري قلت في الاول في قولي التقديمه، وفعلي انا بالخير. عشان كده انا قلت في الاول الراجل ده بيفكر في انه يسيب بصمه، مش حاجه ما يهموش ان هو يبقى مش عارف قول يا عامل رب. ايه. طيب ايه تعريف السعاده بالنسبه لك؟ الرضا. حلو. انت لو راضي انت اكيد سعيد، بكل ما تشمل بقى الكلمه من معنى يعني. ايا كان بقى ايه بقى. والله معاك ربع رغيف كده في حته جبنه حلوه هتبقى مبسوط، جالك دينر بوكس هتبقى مبسوط. ايوه طبعا. المهم ترضى. ماشي. الصداقه بتمثل لك ايه؟ احلى حاجه في الدنيا. احلى حاجه في الدنيا الانطلاق عندك انت والجراءه. جيش كده صح؟ بتعتبرهم اخواتك؟ هو الواحد منهم بكتيبه. حلوه دي يعني. والله والله يعني الواحد بكتيبه الحمد لله. تليفون يحضروا الحمد لله. يعني الحمد لله. يقول لك الواحد براجل، انت فاهم. حلو طلع قوي. براجل. العلاقات بتمثل لك ايه؟ العلاقات بشكل عام. لا العلاقات اللي هي ايه؟ الجنس الاخر، الجنس الخفي. طيب يبقى تتكلم يقول الجنس الاخر. ايوه طبعا. العلاقات كده تحس ان احنا بنتكلم في حاجه والعياذ العلاقات بالله. العلاقات الجنس الاخر ده المكمل ليك اساسا. وانت من غير الجنس الاخر وانت لم تكن. هو العامل التوازن ده. ولو مفيش الجنس الاخر مش هيبقى فيه توازن في الحياه. طب بتشوف ان لو البني ادم في حاله استقرار عاطفي ده بيخليه اكثر انتاجيه؟ يعني لما بيبقى مثلا مرتبط او حاجه ده بيخلي موده اكتر، ولا المفروض يكون فاصل شغله كفنان عن علاقاته؟ والله بص يا عم صلاح، ايوه. جربنا ده وجربنا ده. في اغنيه بحبها قوي بتاعت مدحت صالح بتاعت مسلسل سلطان الغرام، هي بتاعت قالوا الحريم اقدام ادم وقرفه. ايوه. ادم وقرفه. طبعا. انت فاهم. ويا حظ اللي تخلي دنيته منوره، ويا عيني على اللي هتجيبه رجله في اللي هتجيبه ورا. فهي ما لهاش علاقه بفكره ان انت هي اللي بتعمل لك الانتاجيه او بتاع. لو العلاقه سويه والعلاقه فيها قدر من التفاهم ايه الفيروز اللي انت بتضربه ده؟ اخر مره سمعت الاغنيه دي كانت امتى؟ ممكن من اسبوعين او حاجه. لو ايه فيها في ده بقى؟ لو فيها ده اكيد هيبقى فيه انتاجيه. بس هو لو ما فيش ممكن يبقى فيها يعني علاقه من دي تاثر بالسلب على الانتاجيه. اخر مره سمعت الاغنيه من اسبوعين، يبقى انت في حاجه بقى حاليا. لا والله انا كل شويه كده عشان ممكن المعجبات بس ما تنهارش.
يهفني الشوق عايزين نطمن ان انا المعجبات. اسمع. يا عم صلي على النبي. يهفني الشوق مثلا اقعد اسمع تترات كل مسلسلات عم خالد الله يرحمه، الله يرحمه. فتلاقيني سمعت فرعون بسلطان الغرام انت عامل زي انا عايش على بعد الفتره الفراق دي. انا عايش على الفتره دي. اقعد الساوند اسمع تراكس، فاكر فولدر الساوند لابويا تراكس؟ فولدر كناري الساوند وشركاه تراكس. بقى، فولدر الساوند تراكس بتاعك. اه طيب، انا عايش على ايوه ما انا الحاجات عارف، دي. انت مجنون، انت اواخر بتحب كل حاجه. التسعينات اوائل الالفينات اه دي بتاعتي. ايوه ايوه. اوكي، التمثيل بالنسبه لك ايه؟ متعه، تقعد اوكي. تتنطط من والاخراج، شخصيه لان انت لشخصيه. بتدعبس ورا الاخراج. الاخراج متعه برضه، بس متعه الحكي بقى، متعه ان انا بدخلك عالم بقى، عارف انت كانك بنيت قصر. انت خالق العالم كله من اوله لاخره، وتعالى بقى شوف القصر ده عامل ازاي، تعالى اتفرج شوف بشكله الاوضه دي بتفاصيله بتعمل ايه. بحاجاته. يا بشكله دي بتفاصيله الهنا بكل حاجه. والعسل لما تدخل ضيوفك قصر ما شافوهوش قبل كده. حلو. انت بتتفرج الناس حاجه ما اتعملتش قبل كده، دي بتبقى متعه جامده جدا. حلو. لو عايز توجه رساله لاي حد دلوقتي، توجه رساله لمين وتقول له ايه؟ اقول لابويا انت وحشتني قوي، وربنا يجمعني بيك على خير، واكتشفت ان انت ما كنتش بتقول حاجه غلط، و... وربنا يقدرني واجعل سيرتك دايما في الدنيا كده. انت كده كده عامل حاجه، هو كان دايما يقول انا مش عامل حاجه فارقه يعني، بس لا انت عامل حاجه فارقه وعامل لا، هو حاجه عامل حاجه خارقه طبعا. مؤثره في الناس، وربنا يجعلني امتداد صالح ليك كده، واي حد يشوفني يبقى ده سبب في انه يدعي لك دعوه حلوه يا رب لحد ما اقابلك على خير. اللهم امين. اوصف معتصم في كلمه، نعمل زي انس بوخاش كده. والناس بتجاوب ايه بقى على الكلام ده يعني؟ الناس بتقول ايه؟ هو سؤال صعب، بس هو على حسب اجابه كل واحد، فانا ما اقدرش اقول لك عشان ما ابقاش بصادر على اجابتك. يعني قول انت الاول وبعد كده اقول لك الناس قالت ايه. ايه ده سؤال اوصف معتصم بكلمه؟ او بتشوف نفسك ازاي؟ بتشوف نفسك ايه؟ بتشوف نفسك ازاي؟ عبد فقير الى الله، وعايز ربنا يستر عليه ويسيب اثر حلو في نفوس الناس وخلاص. ما اوكي. فكرتش قبل كده ان انا اوصف نفسي بالكلمه دي يعني. عرفت بقى هتبقى اوفر يعني، تخيل طب لو قلت بتشوف شجاع نفسك مثلا. ازاي؟ طيب بتشوف نفسك ازاي؟ يعني بقى بشوف ان الحمد لله قلبي حلو يعني، ممكن اكون يعني بحب الشجاعه. سالك. سالك يعني. بحب بحب الشجاعه. لا مش فكره سلكان، مش قصدي قلبي حلو طيوبه يعني بس يعني ممكن هجام كده يعني، فاهم؟ اوكي. جريء شويه، جريء الجرأة، مش الجراءة اللي هي الجريء يعني لا انا افلام اقول لك، انكت انت اللي انت هو. عندك لا، انت عندك جرأة الاكتشاف دايما والفضول، بحسك كده. يعني من ممكن. معرفتي بيك احنا 9 سنين اهو، وداخلين في اه ال10 ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. فبحس ان انت دايما مطلع او عندك فكرة الاكتشاف، اللي هو احب اشوف مثلا الحاجة دي ايه وبتعمل ايه واخرها ايه. بحس ان انت عندك الحتة دي، ودي طبعا اكيد بتفيدك كممثل. هو ده. من غير ما تسوحني يعني اه اه. لا ليه حدود طبعا. اه فاهم، ليه مفهوم. الاكتشاف الحمد لله ليه حدود عندي، بس يعني مفهوم. لو اتحطيت في ان انا في ان انا يبقى قدامي فرصه ان انا اكتشف مثلا ما وراء الجبل ده، طب ما اطلع الجبل وابص اشوف ايه اللي ورا الجبل ده، بالظبط. هي وربنا على مستوى يسترها علينا. اشياء او على مستوى اشخاص، بحسك في الحته دي. ايوه ممكن. حلو. انت ادرى، انت عيني، انت مرايتي قصدي يعني. ايوه ايوه، فاهم قصدك. طيب اخر سؤالين ونبقى طولنا عليه. لا لا السؤال عادي. اسمه الى من يهم الامر. اه لو حد شايف ان انت، مش عايزين نقول نصيحه، بس يعني لو انت شايف ان حد جديد بيبدا، تحب تقول له ايه؟ توجهه لايه؟ يعمل ايه؟ يبدا في ايه، يبدا ازاي؟ في الاخراج ولا في في التمثيل الفيلم، ولا في في ايه؟ التمثيل. في في الفيلم، في التمثيل التمثيل. اه. هقول له ما تحبطش، و... وخليك مصدق ان انت طالما انت موهوب، طالما انت مصدق نفسك، لان خلي بالك مش موهوم، لان في ناس موهومه. لان انت قليل قوي اللي بيبقى موهوب ومش مصدق نفسه.
الموهوب ده اكيد هو واصل له ان هو موهوب، واكيد فبيكمل. يوما ما موهبته هتظهر. يعني انا اقول لك على حاجه، انا ما اتخيلش ان الدنيا ما ينفعش ما يظهرش فيها محمد منير. انا ما اتخيلش ان الدنيا ما ينفعش ما يظهرش فيها احمد زكي. المواهب دي يمين شمال الكون كده، الكون كله كده هيتسخر ان هي تطلع. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني ما انا ينفعش فاهمك. ان النوعيه دي من الناس تدخل الحياه كده من غير ما الحياه تزقها للحته دي، من غير ما الحياه هي هتتسخر انها تطلع الناس دي. فاللي هو عنده الحته دي ما تقلقش، هتظهر يعني، ما تقلقش، اعتقد كده يعني. ده تكمله على كلامك. فكره ان انت ما تيأسش، يعني ان انت طالما بتحب بالظبط. ده، بس في نفس الوقت ما تفنيش عمرك يست، حياتك ما تضيعش عمرك كمان. اي عمرك حد حسيت عايز انه يخش. زهقت يست في الفتره اللي فاتت، لا بس نظرا انا لصعوبات الصناعه والمجال؟ قبل السؤال ده، بس قبل ما اكمل لك السؤال ده، الجزئيه بتاعت اللي هو ما تيأسش، لان ممكن ابقى انا بقول النصيحه دي وببقى بضر شخص ما يبقى موهوب فعلا. فالموهوب، في موهوبين فاهمين السعي غلط، او فاهم ان هو الجري ورا حلمه فهمه غلط، يفضل يجري ورا حلمه ويرمي وراه مستقبله ويضيع وحياته حياته. واهله ومش عارف ايه. ويا بالظبط. ابني طب شوف لك شغلانه. لا انا بجري ورا حلمي يا ابني، طب اعمل بتاع. انا عن نفسي يعني الحمد لله عملت بكلام ابويا ان انا ما طيب خليتش بيزنس يعني. دماغي كل طيب بيزنس. مش ان انت يعني بس لا بس ابقى بعمل حاجه تانية، ابقى بعرف تتعايش، اعمل حاجه غير التمثيل. انا تتعايش. عندي موهبه التمثيل، خلاص يا عم ان شاء الله تنزل انا ابويا الله يرحمه كان يقول لي انت لو بكره نزلت تشتغل زبال هتتامر انك تشتغل زبال، ظروفك حطتك انك تنزل تشتغل زبال، هتتامر. لازم. فاقول له لا لا، طبعا. ما لو دي ما فيش قدامي غيرها. يقول لي خلاص يبقى ما بالظبط. تحكمش ما تخليش دماغك في حته واحده، علشان مش صح. ضيعش. بس في نفس الوقت ما تيأسش، لان هو مشوار صعب ومش سهل طبعا. وملهاش علاقه. انت لو ابن عادل امام نفسه وما عندكش الموهبه مش مش هتكمل. ما هتكمل. هو بالظبط. محمد امام عمل فيلم البيرومانسي ده، فيلم فشل ذريع. الناس كلها قالت محمد امام ده ولا بيعرف بس بعد كده اثبت نفسه ولا وكده. ناس. بعدها بقى اشتغل على نفسه وابتدى طبعا. يذاكر وابتدى يشتغل على نفسه بادوات تانية. وعشان بس في نقطه كمان، إن للاسف في ابناء فنانين كتير بيقعوا في القصه دي، واتهامات انا بشوف انها اتهامات مش حقيقيه. لو ابوك فلان او علان ممكن يعمل لك الشورت كات، ممكن يديك الفرصه انه يحطك يزقك او وات ايفر. بس احمد الفيشاوي موهوب، ده عبقري. مروان حامد، مروان وحيد حامد موهوب، احمد صلاح السعدني موهوب، احمد خالد صالح موهوب. كريم محمود عبد ونماذج، العزيز ومحمد محمود عبد كريم العزيز محمود عبد و العزيز. وهيثم الله يرحمه. والله وهيثم يا اخي كان طبعا. جامد يا اخي، والله كان حلو يا اخي، وهيثم كان عنده كتير. ف والله كان شاطر يا عم وكان قوي. الله يرحمه ويحسن فالشاطر يا اليه. جماعه هو اللي بيستمر، ملهاش علاقه بمين فين ابوه مين ابوه ايه، ملهاش علاقه خالص. عمر مصطفى متولي انا بموت فيه، سكره، عسليه. خطير. سكره. خطير. طيب حط لنا عنوان لفيلمك عشان هريف. اسم الفيلم بتاعك ايه لحد دلوقتي؟ يعني طبعا الفيلم طبعا ربنا يدي لك طولة العمر، وانا بالنسبه لي انا بشوف ان انت يعني خلصت الفصل الاولاني من الفيلم مثلا اللي هو الطفوله ومش عارف ايه الى مرحله البدايات، وان المرحله اللي جايه هتبتدي في الفصل الثاني من فيلمك، فكره بقى الكارير وتحقيق الذات بامر الله يعني. وزي ما قلت ان انا وده رايي الشخصي، وانا عارف ان شهادتي مجروحه، بس انا بشوف ان شاء الله تكون من اهم الناس المؤثره يا رب في يا حبيبي، المجال انا وانت الفتره يا اللي رب. جايه وتحقق كل اللي نفسك فيه. فانت لحد دلوقتي لو هتحط عنوان للفيلم بتاعك هتسميه ايه؟ اسميه عاطف. الجزء الاولاني من الفيلم ده عاطف. اسميه عاطف. عاطف اللي هو ريليتد بالنظر. لا عاطف اللي هو عاطف الطيب. اوكي ماشي، حلو ده قوي. عاطف على اسم جده. اسم خاله عاطف. انت على عارف ان اسم انا تاني. ليه ابويا خال ابويا الله يرحمه كان ليه 9 خلان.
الله يرحمهم يعني، ما شاء الله. مبقاش منهم غير واحد. التسعه اسمهم محمد. لا تعرف حاجه ازاي؟ زي كده؟ حاجه ما تهمش الجمهور في حاجه، بس يعني حبيت اقولها مش عارف ليه. لا احب افهمها بقى، ازاي التسعه الاسماء اسمهم المركبه بقى، الاسماء المركبه يعني محمد رأفت، محمد كذا، محمد محمد كذا، رفعت، محمد. محمد اه، عاطف، محمد يوسف ما انا قلت كده. اتكتبوا ازاي في شهاده. اه يا نهار انا ابيض. انبسطت يا اخي بالبتاع ده جدا والله. انا اتمنى ما نكونش ان احنا كنا، يعني اتمنى كنت خفيف كده ولطيف يا عم بالنسبه لك. حتى لو مش خفيف، اللي مش عاجبه البتاع يقفل يعني، ما لا بكلمك بالنسبه لو لك مش انا، لا يا عم، ما لا زهقتش انت عشرة عمري يا اخي، لا والله بجد بالعكس، انت والله. شاطر والله، شاطر يا انا صديقي. حسيت ان الوقت يعني عدى بسرعه، ما كنت حسيتش عايز اقعد اكتر من كده. بحاجه، ما حسيتش يعني بتقل او بتاع يعني، لا خالص. بجد والله. لا والله يا استاذ يا اخي. لو نورتني يا عم، ده انت الاستاذ، يا رب نورتني. اشوفك زي انس بوخش كده حبيبي. لا احنا بس بندردش كده مع اخواتنا كده لحد اما ربنا يكرم. معتصم، عايز اقول بجد ان انت نورتني وشرفتني. شكرا ليك ان انت قبلت تكون معايا في الدردشه بقى، في البودكاست ما اعرفش اسمه ايه. بس انا انا ليك يا بابا. ما انا حسيتش ليك. بالوقت خالص بجد، واتبسطت جدا. اتمنى تكون اتبسطت، وانا كمان والله. واتمنى اتابع كل الحلقات اللي جايه، يبقى برضو فيها اخواتنا واصحابنا وحبايبنا. اكيد هنروح فين؟ ايوه بالظبط. ايوه. واتمنى نكون كل الناس اللي هتتفرج علينا تتبسط بالحلقه يعني. شكرا بجد ان انت لبيت الدعوه، ان انت اول واحد يشرفني وينورني ان انا ابتدي الموضوع بيك يعني. لو عايز تقول انت اي حاجه في الختام قول. انا اللي انبسطت والله ان انا معاك، واول يعني اعرف ان انت ممثل شاطر وراجل فنان، وعندك معلومات كتيره في الحكايه هنحاول والدنيا بقى ديت. نستغلها في البرنامج بس ده. ما كنتش اعرف موضوع ان انت، لا يعني محاور لطيف جدا، وعندك سكيلات كده، الهات والخد، ولسه اللي جاي احلى واجمد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نورتني يا استاذ. حبيبي يا لالا، حبيبي يا استاذ. يومك جميل، ونشوفكم ان شاء الله بقى في حلقه جايه. تصبحوا على خير. السلام عليكم.